السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض تورته سهله جدا وبسيطه قلب بتكنيك بسيط جدا وسهل، وتنفع معانا لمناسبات كتير. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا ورقيق. ممكن طبعا نغير الالوان. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت حلو كده زيكم. وتعالوا بينا بقى نشوف التورته الجميله دي عملناها ازاي. هبتدي اول حاجه اجهزها الاسبونج. هجيب عندي الميزان كده، وهبتدي ان انا احط عليه الحله بتاعه العجان، وهبتدي ان انا اصفر الميزان عندي. وبعد كده هوزن عندي 300 جرام من اسبونج البودر الجاهز. ال 300 جرام هحط عليهم 3 بيضات يبقوا بدرجة حرارة المطبخ، وهحط عليهم فانيليا سايلة. الفانيليا السايلة حلوة جدا وما بتخليش معانا الاسبونج يبقى ريحته زفرة. وبعد كده حطيت عليهم ربع كوباية من المية، وزيادة عليها معلقتين. هضرب عندي الاسبونج في العجان على سرعة عالية جدا لحد ما الخليط لونه يفتح كده ويهيش. الاسبونج الجاهز بيبقى عليه كل المواد الرافعة. اللي حابب بس يضيف معلقة صغيرة من المحسن الجل، هي بترفع معانا برضو الاسبونج، ولو مش موجود عندك مفيش مشكلة. حطيت خليط الكيك عندي في صينية مقاس 22 ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد معانا تقريبا كده 20 دقيقة. بنختبرها من نص الصينية. من نص الصينية بخلة، لو طلعت نضيف هيبقى الكيك تمام. قلبته كده على شبكة التهوية زي ما انتوا شايفين. مقادير اسبونج الشوكولاته: 350 جرام من اسبونج الشوكولاته، عليهم 4 بيضات، ونص كوبايه ميه الا معلقتين. طبعا اسبونج الشوكولاته بيبقى الارتفاع بتاعه اقل من الكريمه، فطبعا انا هنا زودت البضايه وزودت 50 جرام من الاسبونج. هنا الكيك اهو بتاعي بعد ما استوى. الكيك بعد ما بيبرد بغلفه بستريتش راب وبحطه في التلاجة، ولو مش هشتغل فيه على طول بستنى ان هو يبرد وبحفظه في الفريزر. بيقعد معاكي شهر وشهرين ما بيحصلش فيه اي حاجه. انا هنا بعد ما بيت الكيك بتاعي يوم كامل في التلاجة، تاني يوم برجع اشتغل فيه. قسمت الكيكايه بتاعتي لنصين، وبعد كده هبتدي ان انا اقشر الوش والظهر. والنص بقى هبتدي ان انا اقطعه كده بالمنشار الخاص بتقطيع الكيك على رقم 8. النص التاني برضو هبتدي ان انا اقشر الوش والظهر، وبعد كده هقسمه عندي برضو النصين، وهيبقى عندي 4 طبقات من كيكة الفانيليا. وهبتدي ان انا اقسم برضو كيكة الشوكولاتة كده بنفس الطريقة. طبعا زي ما انتم شايفين ارتفاع كيكة الشوكولاتة نفس ارتفاع الفانيليا، علشان كده انا زودت 50 جرام، لان طبعا سبونج الشوكولاتة بيبقى ارتفاعه اقل. كده عندي 4 طبقات من الشوكولاتة و4 طبقات من الفانيليا. بالمنشار كده هبتدي ان انا اقسم كده بالربع، بس هدي تأثير مش لتحت علشان اخد الجزء اللي هو فوق ده واعمل شكل القلب. كنت عاملة التورتة القلب دي معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات، بس كانت محشية وقطعتها بعد ما حشيتها. فالفيديو ده انا عملتها معاكم قبل الحشو. هبتدي اعمل الكريمه. هحط معلقتين كبار من الباستري كريم ومعلقتين من موس الفانيليا، وبعد كده هحط عليهم كوبايه ونص من اللبن وكوبايه ونص من الميه الساقعه. ولو هتحلوا الكريمه هتحطي 4 معالق كبار من السكر، او حسب التحليه بتاعه كميه الكريمه اللي هتعمليها. هنضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما احس الموس الفانيليا والباستري كده دايبوا خالص في اللبن. كده تمام. هبتدي بعد كده ان انا اضيف عندي الكريمه. انا هنا مستخدمه كريمه ريتشي. هحط عندي كوبايتين ونص من الكريمه. هبتدي اضربهم على سرعه عاليه جدا، اعلى حاجه في العجان، لحد بقى ما الكميه تزيد كده زي ما هتلاحظوا معايا. بمجرد ما الكريمه كده حجمها يتضاعف كده وتملى معايا العجان، هضيف عندي بقى في الخطوه دي نص كوبايه من جناش الشوكولاته الابيض. الجناش بتاعي يبقى دافي وهنزل بيه على الكريمه. اخر حاجه بقى ضفت عندي علشان اعزز الطعم كوبايه من الكريمه اللباني. بعد ما بحط الكريمه بضرب بقى لمده 3 دقايق، وبعد كده الكريمه بتبقى جاهزه معايا. بصوا كمان قوام الكريمه بيبقى حلو جدا وبتبقى متماسكه معايا في الحشو. ونفس الكريمه ببتدي ان انا اجلس بيها التورت بتاعتي. جربوا الكريمه دي وهتعجبكم جدا جدا في الشغل. الكريمه اللباني ما بتفرقش حاجه خالص في القوام، اللي حابب يضيفها يضيفها واللي مش عايز خلاص، هي بس بتعزز الطعم. ابتدي اعمل موس الشوكولاته.
علشان اعمل موس الشوكولاته هحتاج كوبايه الا ربع من كريم شانتيه البودر وكوبايه وربع من موس الشوكولاته، يعني كده الاجمالي عندي بقوا كوبايتين. هحط كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه، وهحتاج عندي كوبايه الا ربع من الميه بس مش هحطها دلوقتي. هبتدي اضرب الكريمه والميه كده هنزل بالتدريج لو حسيت ان الكريمه تقيله. حبيت ان انا اشتغل معاكم بالمضرب اللي هو الكهربائي علشان اللي ما عندوش عجان يقدر يعمل الكريمه، بس هي بتحتاج وقت شويه. بصوا الكريمه تقيله معايا، هبتدي بقى ان انا اضيف الميه لحد ما اوصل لقوام الكريمه يبقى متماسك معايا، ما يبقاش خفيف ولا تقيل، يعني يبقى ايه التماسك بتاعه حلو. الكميه تضاعفت كده زي ما انتم شايفين. هنا علشان اعزز الطعم ممكن نحط معلقتين كبار من النوتيلا او معلقتين كبار من جناش الشوكولاته. الكميه كمان زادت لان احنا استخدمنا كريم شانتيه، لو كنا استخدمنا موس شوكولاته لوحده ما كانش هيضاعف الكميه كده. كده القوام المظبوط للكريمه. هبتدي ان انا احشي التورتايه، استخدمت هنا برد مقاس 30. هبتدي ان انا احط كده في القاعده بتاعه التورته بتاعتي كريمه علشان تمسك معايا طبقات الكيك. هبتدي ان انا ارص طبقات الكيك كده، وهاجي على الجزء اللي هو بيديني شكل القلب القطعه الصغيره اللي فوق دي هحط معلقه من الكريمه علشان تمسك معايا في بقيه الكيك. ببتدي ان انا اسقي الكيك بتاعي، ممكن تسقيه بشربات خفيف او ممكن بلبن زي ما انا عامله، بتحليه بشويه من السكر. وللشوكولاته بتحطي كده معلقتين من جناش الشوكولاته وبتبتدي ان انت تخففيهم بلبن او ميه. الحشو بتاعي هنا كان شوكولات شيبس وشوكولات كريسب، وحطيت كمان جناش شوكولاته ومكسرات مجروشه. المكسرات بنحمصها وبنكسرها كده قطع صغيره عشان المكسرات بتاعتك تبقى مقرمشه. كل مره كده في الحشو ببتدي ان انا اضغط كده بايديا بسيط جدا علشان الكريمه تمسك معايا على الاسبونج بتاعي. هبتدي بقى ان انا اسقي الكيك وهاجي على الفواصل اللي هي بتاعه النص، هبتدي ان انا احط فيها الكريمه علشان طبقات الكيك ما تفصلش من بعضها. وببتدي كده بالسباتولا بتاعتي اساوي الكريمه كويس من الجوانب ومن فوق عشان لما احط الاسبونج الطبقه التانية تبقى كل الطبقات عندي متساويه. حشو التورتايه مش هنعمل فيها اي حاجه اطلاقا، مش اقل من ساعتين في التلاجة. بتغلفيها كده بكيس كويس علشان ما تنشفش الكيك منك، وبعد كده بتطلعيها تبتدي بقى ان انتي تشيلي الجزء اللي واضح ليكوا ده علشان تديني شكل التجويفه كده بتاعه القلب. بعد كده هقلب الكريمه بتاعتي كويس جدا قبل الاستخدام، واخد كده طبقه خفيفه علشان الم بيها فتافيت الكيك. بالسباتولا كده هبتدي ان انا اساوي السطح، وبعد كده هحط كريمه في الجوانب واسحبها كده بالسكرابر. الخطوه دي لازم التورته بتاعتك تبقى متسقعه كويس جدا. بالسكرابر كده هبتدي ان انا اسحب كل الكريمه الزياده. انا هنا مستخدمه البلاستيك العادي جدا، وهساوي كده السطح بتاعي كويس جدا وانعمه. وبعد الخطوه دي مش هشتغل تاني في التورته، هسيبها برضو نص ساعه في التلاجة عقبال ما بجهز الالوان اللي انا هستخدمها معايا. خدت كده جزء من الكريمه وهبتدي ان انا الونها باللون الايفوري. الايفوري ده اللي بيبقى درجه البشره، يبقى درجه البيج كده. هحط بسيط جدا لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. اي كريمه طبعا بتلونيها ما ينفعش ان انت تضربيها بالمضرب، لازم بالسباتولا كده، لانك لو ضربتيها بالمضرب هتفتحي معاكي وعمرك ما هتوصلي للدرجه اللي انت عايزاها. قلبت الكريمه بتاعتي وفي كيس حلواني على طول، وهبتدي ان انا اجلس التورته. تنيش خالص على الكريمه لانك لو ركنتيها هتبتدي تعمل معاكي فراغات وهتضايقك جدا في التجليس. هبتدي ان انا اوزع الكريمه بتاعتي على التورته كلها. وبالسباتولا كده هبتدي ان انا اساوي اول حاجة الوش بتاع الكيك، وبعد كده هبتدي ان انا اساوي من الجوانب. بسحب طبعا وزي ما انتوا شايفين بتقابلني فراغات
في التورته بتاعتي ما فيهاش كريمه، ببتدي ان انا احط فيها كريمه. ارجع انضف السكرابر واسحب مره كمان. طبعا الخطوه دي لازم ايديكي تبقى واخده على التجليس، لان لو طولتي في التجليس الكريمه هتبتدي تفرغ معاكي ومش هتظبط خالص. سويتها كده من الجوانب، وهبتدي ان انا كل الكريمه اللي بتبقى من فوق دي بسحبها لجوه، وبنضف السكرابر في كل استخدام. كده التورته بتاعتي بعد التجليس بدخلها التلاجة علشان اعمل الالوان الروزيتات اللي على التورته. هحتاج عندي هنا كده نقطتين من الاوفوري، وهبتدي ان انا احط اللون الاورنج شويه كده حلوين لحد ما اوصل لدرجه كده ايه، يعني تحسوها اورنج بس الدرجه مأكسده شويه، مش اورنج صريح. عشان اعمل الكريمه اللي هي لونها جملي هحتاج بس لون الايفوري، بس هزود منه شويه. كده عندي درجتين الكريمه بقوا جاهزين. نفس الكريمه اللي جلست بيها هبتدي ان انا اعمل بيها روزيتات. بضغط كده وبسحب لجوه. من نفس الكريمه اللي بقيت معايا هبتدي اعمل روزيتات كده، بس مش هخليهم قريبين من بعض. حطيت كده الكريمه في كيس حلواني، استخدمت القمع اللي هو بتاع البيتي فور للكريمه اللي لونها اورنج. هبتدي ان انا اعمل روزيتا ملفوفه، وبضغط كده علشان اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا عايزه الكريمه يبقى ليها زي ضي كده، يعني يبقى فيها لمعه بسيطه، فهستخدم عندي الدست اللون اللي هو الاوف وايت، يعني يعتبر بيج بس فاتح خالص، وهنا درجه اغمق شويه. هبتدي ان انا احط في الانبوبه اللي عندي دي شويه من الدست. هبتدي اقفل الانبوبه اللي انا حطيت فيها الدست كده، وهبتدي ان انا ارش على الاجزاء اللي هي فيها الروزيتا. عايزه اقول لكم بتدي شكل حلو جدا للكريمه، وبتبقى ليها لمعه كده. هحط عندي بقى التوبر مكتوب عليه هابي بيرث داي. التورته دي تكفي من 12 ل 15 فرد. بعد كده هحط قدام الهابي بيرث دي النتيجه دي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، معموله من عجينه السكر وكاتبه عليها بالوان الجل. التورته دي كلفتني 380 جنيه، تطلع معاكي من 500 ل 550 جنيه، تكفي معاكي من 12 ل 15 فرد. انا كده خلاص خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو ليكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.